وقوتها زادت. وفي واحد الحصه ديال التدريب وقع شي حاجه اللي ما كان كيتوقعها حتى واحد. ديانا بيديها بجوج خرجت واحد الطاقه خياليه حتى طيرت خالتها من بلاصتها. تما عرف كلشي بلي ديانا ماشي غير محاربه عاديه، هي خافت بزاف وتقلقت حيت اذت خالتها بلا ما تقصد، فمشات توقف بوحدها جنب البحر. شويه شاف طياره جايه طايحه في الماء وكان فيها راجل كيغرق. ديانا غير شافته تلاحت في الماء باش تعتقو، وصلت لعندو وجبداتو وخرجته من البحر. هو سميتو ستيف وكان جندي المخابرات في الجيش ديال الانجليز. فاش شافت فيه مزيان قالت ليه انت شمن نوع ديال المخلوقات. هو ما فهمش السؤال ديالها حيت هي معمره في حياتها شافت راجل ولا عارفه بلي كاين جنس رجل في الدنيا. وقبل ما تكمل فضولها شافوا الجيش ديال المانيا جايين بالسفن ديالهم من الجزيره حيت كانوا تابعين ستيف. وهنا شافوهم جيش الامازونيات وبداو الحرب بيناتهم. الاسلحه ديال الامازونيات كانت بدائيه بزاف بحال الاسهم والرماح والسيوفه، اما الالمان كان عندهم السلاح والقرطاس والمدافع. وواخا هكاك الجيش ديال الامازونيه تغلبهم ولكن بزاف منهم ماتوا بالقرطاس. في الاخر كانت غادي تجي قرطاسه في ديانا ولكن تلقات ليها خالتها مسكينه وماتت. ومور ما الامازونيات قتلوا كلشي داروا عند ستيف باش يقتلوه ولكن حبساتهم ديانا وقالت ليهم هو ما ذنبو والو. ومن بعد خداوه وداوه للمحكمه